التزوير الأخطر في العقارات، من يسرق أراضي الفقراء بختم الدولة. تخيل تمشي وقلبك مرتاح، شايل سند الطابو بيدك مختوم وموقع ومصدق، بعد ما فتحت بيان رسمي بإدارة تسجيل عقاري، وبعد ما راجعت به دوائر أمانة بغداد ومنها البلدية ودوائر الهيئة العامة للضرائب، وطلعوا لك كشوفات وكلهم أيدوا ودققوا وانطوك سند أبيض 23 ورا شهر. هيئة التدقيق المركزية بالطابو صدقت على المعاملة وانطتك سنة 25 أبو الفسفورة، ورحت سويت إجازة بناء في أمانة بغداد وبنيت البيت. وفجأة بعد ما بنيت البيت ورحت تسوي هبة لأطفالك حتى تضمن مستقبلهم، يقولوا لك الإضبارة بالجرد. فرحان إنك بنيت بيت العمر وضمنت أولادك، وفجأة توصلك ورقة من المحكمة تقول سندك مزور والأرض مو إلك. اليوم نكشف عن أكبر قضية تزوير رسمي بتاريخ العقارات العراقية. مو وثيقة واحدة ولا 10 ولا 100، أكثر من 500 قطعة أرض مسلوبة بحبر الفساد. والأخطر التزوير ما صار بالظلام، صار بختم الدائرة وبيد الموظف وبعلم البعض. خلي أحكي لك عن أبو علي، موظف بسيط من بغداد، تعب سنين جمع فلوس واشترى أرض بمنطقة معروفة والطابو رسمي مختوم باسمه. بعد سنتين راح يسوي بناء، اكتشف انه الأرض باسم شخص ثاني، راح للتسجيل العقاري قالوا له السند مزور. ابو علي انهار، شلون مزور؟ هذا ختمكم، توقيعكم، انا راجعتكم، دفتر الطابو من يمكم، بس ما حد سمعه، وبقى يركض بين المحكمة والدائرة وخسر كل شيء. وين المشكلة؟ شلون صار التزوير؟ تزوير ما صار بورقة مضروبة، تزوير صار بأختام رسمية حقيقية، عصابات داخل دوائر التسجيل العقاري، موظفين مرتشين يستخدمون أختام الدولة ويزورون سندات بأسماء ناس يبيعوها، والمشتري يشتري وهو ما يدري، وبعد سنة وسنتين الدولة تكشف التزوير وتقول السند باطل والأرض ترجع. المادة 289 من قانون العقوبات العراقي تعتبر كل من صنع محررا رسميا أو قلد ختما حكوميا يعد مرتكبا لجناية التزوير. بس منو يحاسب؟ منو يوقف هاي الشبكة؟ تداعيات القانونية والمجتمعية، الناس فقدت الثقة بالأوراق الرسمية، المحكمة متورطة بحيرة، المشتري حسن النية بس السند مزور، مستثمر العراقي والأجنبي يخاف لأن الطابو الرسمي ما عاد ضمان، والقانون المدني يقول العقود المزورة تبطل حتى لو حسن النية. يعني المواطن يخسر والدولة تبرر. نداء إلى قيادة الدولة، احنا نوجه نداء خاص إلى الأستاذ محمد الشياع السوداني، وخصوصا إلى الأستاذ الدكتور فاغ زيدان، صمام أمان العراق وحماة الدستور والقانون. سادتي حضراتكم صمام أمان العدالة العراقية، الناس اليوم أملها بيكم وتحكي باسمكم وتنتظر قرار وموقف صارم يرجع الثقة بالدولة. إذا القضاء ما حاسب المزورين والناس فقدت أمانة بعقود الدولة وسنداتها وختوماتها، وين تروح؟ أرجوكم باسم المظلومين فتح ملف شفاف ومحاكمات علنية، لأن هاي مو جريمة تزوير، هاي خيانة للثقة. الحلول القانونية والعملية هي محاسبة المجرمين علنا، وتطبيق المواد 289 و290 و295 من قانون العقوبات العراقي، ومصادرة الأموال المكتسبة بالتزوير، وتعويض الضحايا. مواد القانون المدني يحق للمتضرر من عمل غير مشروع طلب تعويض عادل. والحلول الأخرى هي رقمنة الطابو والتحول إلى نظام عقاري رقمي يمنع التلاعب اليدوي، وفتح منصة وطنية للتبليغ. أي مواطن يشك بتزوير
يقدر يبلغ من بيته وتحقيق فوري. الخاتمة، هاي مو قضية أراضي، هاي قضية وطن ينسرق من تحت أقدامنا بختم رسمي. وأنا قدامكم محامي حذيفة الشاهر أقولها بصوت عالي: أما نحاسب المزورين ونرجع الثقة، أو نسكت ونتحول من مواطنين إلى ضحايا بانتظار الدور. حقوقكم أمانة، وقانوننا إذا اشتغل راح يرجعها. تحياتي.